كيقرب العيد الكبير، تصيب كامل الناس برا في المارشيات غاشي حركة ما تحبش. بصح العيد تاع الصح ماشي مجرد مظاهر، وماشي شكون شرا عيد كبر من الاخر. العيد هو تقوى القلوب، هو المحطة اللي خاصنا نحيو فيها الأنانية من قلوبنا، ونلتفتوا للناس اللي دايرين بينا. والجانب اللي يوجع القلب بزاف في هاد العيد، واللي خاصنا نهضروا عليه بكل وعي وعمق، هما الناس المستورين، العائلات اللي صابت روحها عاجزة قدام هاد الغلا تاع هاد الوقت وما قدرتش تشري كبش. الكسرة تاع الخاطر في العيد واعرة، واعرة بزاف، سورتو كي يشوفوا الدراري الصغار ولاد الجيران فرحانين بالكبش واللعاب معاه وهما محرومين. هادي غصة كبيرة تقسم ظهر الوالدين، سورتو الأب. بصح بغيت نقول كامل الناس اللي ما عيدتش ماشي مشكل ونورمال، وتقدر تفرح وتفرح ولادك. السنة هي إدخال الفرحة، خاصنا نفرحوا بالعيد على خاطر هو شعيرة كبيرة عند ربي. وربي قال ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ونقول لك إذا ما قدرتش على الكبش تقدر تشري شوية لحم على قدك، وإذا ما عندكش كامل تقدر تشري غير شوية دجاج فيها فحم، ودير مجمر لوليداتك في الدار، خلي الريحة تطلع وفرحهم. العيد في اللمة والضحكة ماشي في الكبش. وزيد الإنسان يحمد ربي على صحته، صحة وليداته كي يكونوا يلعبوا قدامه. وخاصنا نعرفوا كامل ونبشروا قلوبنا باللي الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى على الفقراء والمساكين المسلمين إلى يوم الدين. يعني انت راك مضحي بفضل حبيبنا المصطفى. ولازم نكونوا صرحاء مع نفوسنا ونسميو الأشياء بمسمياتها. اليوم اللي ما شراش الكبش ماشي معناها هو فقير، لا. هاد العام كاين عائلات بزاف ناس خدامين وعندهم شهرياتهم، بصح من هاد الغلا اللي ولا ما ينطاقش صابوا رواحهم ما يقدروا يديروا والو قدامه، ما قدوش قدام هاد السوام الجنونية تاع الكباش. هادشي خلينا نقولوا باللي المشكل تجاوز قدرة المواطن، وهذه من عندي صرخة للمسؤولين والسلطات المعنية بهذا المشكل باش تتحرك ودير حل لهذا التلاعب لهذه الفوضى تاع الأسعار والتلاعب بقوت وشعائر المواطنين. ما لازمش نخليو مناسبة دينية عظيمة تولي هم يتقل كاهل العائلات المتوسطة الدخل. وإذا أنت مواطن بسيط لقيت روحك ما قدرتش هذا العام وما عندكش باش تشري، ألوغ ما تحشمش وما تخبيش روحك. اللي خاصه يحشم تاع الصح هو هذاك الموال اللي رجع العيد والأضحية حرام على عباد الله بسبب الجشع تاعه. وهنا حبيت نفتح قوس ونوجه رسالة مباشرة وخفيفة لخوتنا الموالين والجزارين اللي راهم يزيدوا في السومة ويغتنموا فرصة العيد على حساب الناس المساكن. احنا والفنا الموال يغتنم هاد الفرصة ويقول لك العيد يجي مرة في العام وندير لافير. بصح انت يا الجزار راك تخدم كامل العام، علاش راك تذبح في خوتك المساكن؟ اللحم كان يدير 250 ألف وهاد اليامات التوالى ولا يدير 500 ألف، والدوارة من 1,500,000 طلعت ل3 ملاين ونص. غير البارح قالتها لي جارتي. واسم هاد الجشع واسم هاد الخطفة. هاد المساكن لو كان جا عندهم باش يشريو ما يجيوش عندك يشريو 2 كيلو لحم، يمشيو يجيبو حتى هما كبش بقرونه ويفرحوا وليداتهم كيما كامل الناس. تقول الله في هاد المساكن، تقول الله في نفوسكم. الدنيا هادي راها فانية وفايتة ما يدوم فيها والو، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. خدموا لآخرتكم شوية، بركاكم من هاد الدنيا اللي راها داية الناس الهاوية. خليو المسكين يذبح أضحية، ما تذبحوش الخاطر تاعه وتذبحوا له جيبه. كسر الخواطر حاجة كبيرة عند ربي، وكونكم سيغ باللي لو كان تربحوا 200 ضعف ربي ما يبارك لكمش، وغي واحد مسكين مقهور منكم قادر يسحق لكم الرزق تاعكم كامل. الوغ خافوا ربي. وفي التالي بغيت نقول لكم بلي العيد يفوت واللحم يكمل وكل شي يفوت في هذه الدنيا، تا حاجة ما تقعد. بس الحاجة اللي تقعد هي الأثر الطيب، يقعد جبر الخواطر، وتقعد وتقعد دمعة الفرحة اللي مسحتها من عين طفل صغير، وتقعد الصلة اللي حيتها بعد الجفا، باش ما يبات حتى واحد فينا حزين ولا مكسور.
ولا مكسور خاطره. خلينا نعاونوا بعضنا البعض، واللي يعرف جاره ولا واحد من لافامي ما عيدش وهو عيد يتفكره، وهكذا نديروا تضامن اجتماعي حتى واحد ما يكون وحده هاد العيد. وسمحوا لي على هاد الفيديو باسكو ما كنت مشغوله ودرته غير من الكوزينه. ونقول لكم صحة عيدكم، عيدكم مبارك، وقفتكم تينك مباركة، ما تنسونيش من دعائكم في هذا اليوم الفضيل، وأنا تينك ما ننساكمش من دعواتي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.